بصوا يا حبايب قلبي، النهارده هنتكلم عن النشاط الصناعي والتجاري في قارتي آسيا وأوروبا. النشاط الصناعي والتجاري في قارتي آسيا وأوروبا. هنتكلم يا حبايبي عن الصناعة والتجارة في القارتين، ايه اخبارها عاملة ايه، وفي نفس الوقت ايه معظم الصناعات اللي منتشرة هناك، وايه المناطق اللي بتنتشر فيها الصناعات دي. طيب، بيبدأ عند حضرتك الدرس وبيقول لك ان تعد الصناعة الحديثة مقياسا لتقدم الشعوب وتطورها. طب يعني ايه؟ يعني يا فندم حضرتك اي دولة في العالم عندها صناعة حديثة، تمام؟ ما هي الصناعات الحديثة؟ اللي هي الصناعات التحويلية الثقيلة زي الصناعات البتروكيماوية، تمام؟ والبتروكيماوية دي اللي هو البترول ومشتقاته، والصناعات الكيماوية صناعات الأدوية، تمام؟ والصناعات الحديد والصلب والصناعات الألمنيوم اللي هي زي العربيات، زي الحديد اللي بيتبني منه البيوت وهكذا. الصناعات الحديثة دي كلها يا حبايبي لو موجودة في دولة معينة تبقى الدولة دي متقدمة. طب متقدمة ليه؟ لأن بتبقى فلوسها كتير. الصناعات دي بمعنى اصح فلوسها كتير. قال لك والله وعادة ما تكون الدول المتقدمة هي الدول الأكثر ازدهارا في الصناعة. طبيعي. حضرتك مثلا لما تيجي تقارن مثلا ألمانيا بالصومال، أكيد الصومال مش هتطلع متقدمة أكتر من ألمانيا. ليه؟ لأن ألمانيا يا فندم عندها مصانع عربيات، مصانع أجهزة كهربائية، إنما لو جيت تبص على الجانب الآخر مثلا في الصومال فهتلاقي عندهم حرب أهلية بيقتلوا في بعض، عندهم مجاعة والدنيا بايظة. تمام؟ فحضرتك دلوقتي هو بيرمي لك كلام بديهي في اول الدرس، بيقول لك عاده ما تكون الدول المتقدمه هي الدول اكثر ازدهارا في الصناعه. يعني جاي يسلم لحضرتك مسلمات طبيعيه خالص، جاي يقول لحضرتك ان الدول المتقدمه دايما هي الدول اللي بتبقى الصناعه فيها كويسه. بمعنى اصح ان اي دوله انت شايفها دوله ناجحه ومتقدمه اعرف ان الصناعه فيها كويسه، لان احنا هنا تركيزنا كله على الصناعه والتجاره، ازاي نصنع وازاي نبيع. طيب، قال لك والله النهضة الصناعية دي الأول بدأت من زمان جدا في أوروبا. أوروبا حصلت فيها نهضة صناعية غيرت وجهة العالم كله أو وجهة العالم كله. يعني قارة أوروبا يا حبايبي هي اللي بدأت تعمل صناعات تقيلة، هي اللي بدأت تعمل صناعات حديثة وصناعات متطورة. فبدأت يا حبايب القلب بمعنى أصح، تمام، إنها تغير العالم كله وتقول لهم شوفوا احنا بنعمل ايه، والعالم كله بدأ يقلد. وهنعرف ده من خلال ايه؟ من خلال حاجة اسمها الثورة الصناعية. وقبل ما نتكلم عن الثورة الصناعية افهم معنى المصطلح الأول. يعني ايه يا مستر أحمد؟ اهو يعني ايه ثورة صناعية؟ قال لي والله عندي الثورة الصناعية هي تحولات علمية وتكنولوجية في الصناعة. واحدة واحدة وهنفسر. الثورة الصناعية اهو هي تحولات علمية وتكنولوجية في الصناعة. يعني ايه يا مستر تحولات علمية وتكنولوجية في الصناعة؟ حبايبي الصناعة اول ما ظهرت كانوا بيستخدموا فيها ايه؟ كانوا بيستخدموا فيها ايديهم فقط لا غير. كنت بتلاقي معظم الصناعات اللي موجودة صناعات بسيطة ينفع اعملها بايدي، لحد ما بدأ اختراع الماكينات الصناعية اللي موجودة في المصانع دلوقتي، وده اللي اسمه تحول علمي وتكنولوجي. لان الانسان في الوقت ده ما كانش متوقع ابدا ولا كان يجي في مخيلته ان هو يوصل للمرحله دي من التقدم، او ان هو بمعنى اصح يبقى قاعد يحط الماده الخام يشغل الاله تطلع المنتج لوحدها. فده كله اسمه تحول علمي وتكنولوجي. طيب التحول العلمي والتكنولوجي ده ادى الى ايه؟ قال لك يا فندم ادى اهو ادى الى تحول الاساليب البدائيه في الصناعات
التقليدية. احنا الاول كنا بنعمل صناعات تقليديه. ما هي الصناعات التقليديه؟ اللي هو من الاخر غزل ونسيج، اللي هو فخار، اللي هو حصير اللي بيتفرش على الارض. دي كلها اسمها صناعات تقليديه. كانت بتتعمل باساليب بدائيه. ازاي يعني؟ كانت بتتعمل بالايد، وحضرتك كنت عشان تاخد الحصير ده، او بمعنى اصح بالمصري كده القياس، عشان يتفرش تمام، كنت حضرتك تروح للناس اللي بتصنعه ده، ممكن تقعد 3 شهور على بال ما تستلمه. ليه؟ لان هو بيتصنع بالايد. الناس مش بطيئه، بس هو احنا بنعمله بايدينا. تمام. طيب، فقال لك يا فندم اما الثوره الصناعيه دي حصلت، ايه اللي حصل؟ دخلت علوم وتكنولوجيا في الصناعه، حولت الاساليب البدائيه في الصناعات التقليديه الى ايه بقى؟ الى اساليب تكنولوجيه متطوره. بدات خلاص ما عدتش بستخدم الاساليب البدائيه بتاعي تاني. خلاص انا ما عدتش محتاج. انا بقى عندي آلة بديها المادة الخام بتاعي بتطلع لي المنتج من الجهة التانية، فالموضوع عندي بقى سهل. فاتحولت الصناعة والاساليب البدائية الى اساليب تكنولوجية متطورة. وهنا في سؤال مهم، وخلي بالك عشان السؤال ده اجابته جزء من تعريف الثورة الصناعية. يعني هو ممكن يجي لك في الامتحان فحضرتك ما تبقاش عارف اجابته. ليه؟ لانه هو جزء من التعريف. خليني اكتبه لك بالاسمر عشان تبقى عارف الاجابه. السؤال ممكن يجي يقول لك ايه؟ ما النتائج المترتبه على الثوره الصناعيه؟ ايه اللي حصل لما الثوره الصناعيه حصلت؟ بص يا فندم، ادى الى زياده الانتاج وسرعته، او ادى الى سرعه الانتاج وتضاعفه. ان الانتاج عندي بقى سريع وبقى كتير. بدل ما بقيت بقعد 3 شهور عشان انتج حصير، لا، انا ممكن اعمل يا حبايبي مصنع سجاد ينتج لي 1000 سجاده في يوم. بدل، شايفين المقارنه؟ الاول انا كنت بقعد 3 شهور في سجاده. اتطورت ودخلت اساليب يا حبايبي تكنولوجيه حديثه على الصناعه، فايه اللي حصل؟ بقيت بعمل 1000 في يوم. تمام. فده كده تطور ولا مش تطور؟ تطور كبير جدا. طيب، الثوره الصناعيه انا قلت لحضرتك بدات في قاره ايه؟ اوروبا. بدات في قاره ايه؟ بدات في قاره اوروبا. طيب، عندنا مراحل للثوره الصناعيه. عندنا كم مرحله؟ عندنا يا حبايبي 5 مراحل. عندنا كم مرحله؟ 5 مراحل. ركز في الاولى وانت هتلاقي التانيين، الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه مشهم معاك حلاوه، مشهم معاك بسرعه كده. طيب، خلينا الاول نتكلم ونقول اهو رقم 1 الثورة الصناعية الأولى. الثورة الصناعية الأولى يا حبايبي، هو إيه اللي يحصل في الصناعة يخليني أقول عليها ثورة؟ اللي يحصل في الصناعة يا حبايبي يخليني أقول عليها ثورة إن تحصل حاجة مفاجأة ما كنتش متوقع إنها تتعمل، فالحاجة دي تساعدني في الإنتاج الصناعي بتاعي، فسمي المرحلة دي ثورة جديدة. طب الثورة الصناعية الأولى بدأت إمتى؟ قال لك يا فندم بص، والله يا مستر أحمد الثورة الصناعية الأولى بدأت رقم 1 بدأت في بريطانيا. بدأت فين يا حبايبي؟ بدأت في بريطانيا إمتى؟ في أواخر القرن ال 18. أسف واعتذار. فعندي ايه اللي حصل يا حبايبي في الوقت ده؟ قال لك يا فندم اختراع العالم الاسكتلندي اسمه جيمس وات. العالم الاسكتلندي يا حبايبي جيمس وات في اواخر القرن ال 18 اخترع ايه؟ اخترع المحرك البخاري. اهو المحرك البخاري. وعشان تفهم ده كان انجاز عامل ازاي في الوقت ده، فجيمس وات يا حبايبي قبل ما يخترع المحرك البخاري كانت الصناعه ماشيه ازاي؟ كانت الصناعه ماشيه ان احنا نجيب الماده الخام، نعمل كل المراحل بتاعها بايدينا، ثم بعد كده نبدا نطلع المنتج او نعمل المنتج. ولكن لما جيمس وات جه
عمل المحرك البخاري. عمل بيه ايه؟ المحرك البخاري ده حبايبي حاجه زي المكن بتاع المصانع دلوقتي كده، بس بيشتغل بطاقه البخار، اللي هو من الاخر بيحطوا فيه فحم، الفحم يولع يطلع بخار يعمل حراره جوه المحرك، فيحرك المحرك ده فيشغل الاله. تمام. جيمس وات لما اخترع المحرك البخاري ما عملش بيه آلات مصانع بس، جيمس وات عمل بيه محركات قطارات، محركات سيارات. ما هي انت تاخد الفكره بتحطها في اي مكان تاني بتشتغل. تمام. ما هو خلي بال حضرتك من حاجه، ما هي فكره المكن بتاع المصانع دلوقتي تمام نفس فكره الموتور بتاع العربيه. تمام. التروس بتلف، المكنه بتشتغل، هي كلها نفس الفكره، الفكره واحده. تمام. فجيمس وات لما اخترع المحرك البخاري يا حبايب قلبي بدأ ينفذه على أكتر من حاجة. قلت لك آلات المصانع، السيارات، ثم القطارات. فحصلت في الوقت ده ثورة صناعية كبيرة جدا. ليه يا مستر أحمد؟ قال لك يا فندم خلاص ده احنا كنا زهقنا. السفن الأول الكبيرة دي كانت بتمشي بالخشب اللي هم بيقدفوا بيه ده عادي. تمام. عن طريق ان هم كانوا بيجيبوا طقم كامل للسفينه عشان يحركها، يفضل يقدف طول اليوم. تمام. واللي يتعب دراعه يوجعه يبقى في حد مكانه وهكذا. فجيمس وات يا حبايبي مش بس غير في الصناعه، لا ده غير كمان في النقل. تمام. اصبح السفينه بتشتغل ازاي؟ بقى اسمها سفن بخاريه. احط الفحم في قلب المحرك، المحرك يسخن، الدخان يطلع، المحرك يبدا التروس اللي فيه تتحرك. تمام. طيب بعد لما الثورة الصناعية الأولى دي بدأت في بريطانيا، انتقلت فين يا مستر؟ قال لك يا فندم بعد بريطانيا اتحركت الثورة الصناعية إلى بقية الدول الأوروبية. الثورة الصناعية انتقلت من بريطانيا بعد كده لبقية الدول الأوروبية. المفروض من البديهي قارة أوروبا مين القارة اللي لازقة فيها؟ آسيا. يعني من البديهي إن الثورة الصناعية دي بعد ما انتقلت لبقية دول أوروبا تروح فين؟ آسيا. ولكن الدول أو الثورة الصناعية ما راحتش آسيا. بعد ما انتشرت في الدول الأوروبية انتشرت فين بعد كده؟ ليه؟ الولايات المتحدة الأمريكية. انتشرت يا حبايبي في الولايات المتحدة الأمريكية. حلو. ثم بعد كده ظهرت فين؟ انتقلت إلى اليابان. ده امتى؟ قال لك يا فندم في النصف الثاني من القرن ال19. في النص الثاني من القرن ال19 يا حبايبي الثورة الصناعية راحت أول دولة آسيوية وهي اليابان. يبقى الثورة الصناعية الأولى مع بعض كده واحدة واحدة. تمام. خلي بالك الثورة الصناعية الأولى بس هي اللي فيها أسامي دول، الباقي لأ. تمام. الثورة الصناعية الأولى واحدة واحدة بدأت في دولة بريطانيا أواخر القرن. مين سببها؟ مين اللي عملها؟ جيمس وات. وده كان عالم اسكتلندي. طيب اخترع ايه جيمس وات عمل بيه الثورة؟ المحرك البخاري. الله يفتح عليك. طيب بعد كده انتقلت من بريطانيا لفين الثورة دي؟ بقية الدول الأوروبية اللي في نفس القارة. بعد كده كان من المتوقع انها تتنقل لدول آسيا عشان آسيا جنب أوروبا، صح؟ ولكن حصل عكس المتوقع، اتنقلت فين؟ الولايات المتحدة الأمريكية. بعد كده بدأت توصل لآسيا. أول دولة وصلت لها لآسيا اليابان أواخر القرن أو النصف الثاني من القرن ال19. بعد كده يا حبايبي انتقلت للهند والصين في منتصف القرن ال20. نص القرن ال20 عشان حضرتك تبقى فاهم حاجة. كلمة القرن دي تمام احنا بناخد الرقم وننقص منه واحد. يعني مثلا القرن ال18 اواخر القرن ال18 يعني اواخر سنة 1700. تمام. النصف الثاني من القرن ال19 يعني 1800. تمام. كم؟ 1860 النصف الثاني. تمام.
طيب الهند والصين في منتصف القرن العشرين يعني سنه 1900. تمام؟ يعني سنه 1950 بالظبط. تاني كلمه قرن عشان تبقى عارف السنه اللي اتعمل فيها، بتاخد الرقم اللي جنب كلمه قرن ده وتطرح منه واحد عشان تعرف سنه كام بالظبط. فمنتصف القرن العشرين يعني سنه 1950. تمام؟ ده منتصف القرن. ما هو القرن كام سنه؟ 100. فالنص كام؟ 50. وكلمه قرن يعني الرقم اخر رقمين في السنه. تمام؟ فبنقص منه واحد، يعني القرن العشرين ده مش سنه 2000، لا سنه 1900. تمام؟ طيب فادي كده عندي يا حبايبي الثوره الصناعيه الاولى. فيها مشكله؟ تخلص عندي الثوره الصناعيه الاولى، خلاص احنا اكتشفنا المحرك البخاري. تمام؟ وخلاص بدانا نشتغل بآلة البخار. طيب يجي لك سؤال مهم يقول لك، حد يعرف حد يعرف يا حبايبي ما هو سبب تأخر الثورة الصناعية في الوصول إلى الدول الآسيوية؟ حد يعرف تاني بما تفسر؟ سؤال مهم، ما انت شفتيه في الكتاب يا ربان، انت تشتغل نفسك. بما تفسر سؤال مهم. يقول لك يا فندم، ركز معايا بس، اهدى. ليه الدول الآسيوية تأخرت الثورة الصناعية على بال ما راحت لها؟ لأن حبايبي آسيا في الوقت ده دول أوروبا كانت محتلياها. فقال لك يا فندم لما أجي أسألك وأقول لك أهو، بما تفسر تأخر وصول الثورة الصناعية إلى دول آسيا، يعني ليه الثورة الصناعية اتأخرت على بال ما وصلت لدول آسيا؟ قال لك يا فندم بسبب الاستعمار الذي احتل معظم دول القارة. لأن في الوقت ده يا حبايبي كان الاستعمار مسيطر على معظم دول القارة. وعشان تبقى فاهم الاستعمار، تمام؟ الاستعمار يا حبايبي هدفه ان الشعب بتاع الدولة اللي هو مسيطر عليها ده يبقى جاهل. لأن طول ما الشعب ده جاهل، تمام؟ طول ما الشعب ده جاهل وما يعرفش حاجة، فإذا مش عارف حقوقه، فمش هيعرف يطلبها مني. تمام؟ ففي نفس الوقت الشعب جاهل، اروح اعلمه صناعه هو اصلا مش هيعرف يشغل الاله ازاي. صح ولا غلط؟ مش ده اللي انا قلت لك عليه؟ قلت لك قبل كده الناس لو مش متعلمه فالتكنولوجيا ملهاش لازمه. تمام؟ والله العظيم لو في مليون تكنولوجيا على كوكب الارض والشخص مش متعلم يبقى ملهاش اي 30 لازمه. تمام؟ طيب بعد الثوره الصناعيه الاولى تيجي عندي يا حبايب اهو رقم 2 الثوره الصناعيه الثانيه. الثوره الصناعيه الثانيه يا حبايبي، الثوره الصناعيه الثانيه امتى؟ قال لك يا فندم الثوره الصناعيه الثانيه عندي كانت، وانت ممكن تستغرب، في بدايه القرن العشرين. ايه ده يا مستر احمد؟ ايه ده؟ ازاي؟ يعني ازاي الاولى كانت في منتصف القرن العشرين وازاي الثانيه كانت في بدايه القرن العشرين؟ حد يعرف الاجابه ليه؟ ممكن عشان كان الصين والهند لسه محتلين. بالظبط، الصين والهند كانوا محتلين، فالثوره الصناعيه الاولى وصلت لهم متاخر. على بال ما الثوره الصناعيه الاولى وصلت للهند والصين او اللي وصلت لبقيه دول اسيا كانت الثوره الصناعيه الثانيه جت اصلا خلاص. تمام؟ فده سبب تاخر التاريخ فوق عن تحت. حلو؟ طيب بص يا باشا، انا قلت لك عشان يتقال على الحاجه دي ثوره صناعيه لازم يكون حصل حاجه غيرت في الصناعه او ساعدتنا في حاجه، صح؟ طيب في الوقت ده حبايبي كانت بدات المحركات البخاريه او المحرك البخاري ده يسبب تلوث كبير جدا في البيئه. بدا عمال المصانع اللي موجودين فيها المحركات البخاريه دول يحصل لهم اضرار كتير، زي اضرار في الجهاز التنفسي، اضرار قلب، امراض الرئه وهكذا. فالمحرك البخاري عندي ما عادش عملي خلاص. باشا هو انا عشان انتج بسرعه اموت نص الشعب؟ اكيد لا، صح؟ طيب طب يا مستر احمد ايه اللي حصل في الثوره الصناعيه الثانيه يعني ما ايه الجديد اللي اتضاف؟ قال لك يا فندم استخدام الطاقه الكهربائيه. اهو استخدام الطاقه الكهربائيه، استخدام
الطاقة الكهربية. قال لك يا فندم عندي والله في الثورة الصناعية الثانية التغير الكبير اللي حصل ان بدأت تتحول الآلات من محركات بخارية بتضر الإنسان وبتضر البيئة إلى محركات ومواتير كهرباء. وصل بس يا فندم الفيشة هتلاقي المكنة اشتغلت، خلاص الموضوع انتهى. تمام؟ طبعا كل ثورة صناعية عشان تبقى عارف برضو، تمام؟ كل ثورة صناعية علشان يحصل فيها تقدم مش شرط ان احنا نكتشف حاجة جديدة وخلاص. يعني ايه؟ يعني مثلا حصلت عندي الثورة الصناعية الأولى، تمام؟ حصل طيب، فعندي يا حبايبي عشان تحصل عندي الثورة الصناعية، تمام؟ أنا قلت تحصل حدث جديد صح؟ طب لو الحدث الجديد ده أنا ما بستخدموش أصلا، أو حاجة مش يعني ما اكتشفنا حاجة جديدة بس حاجة مش مفيدة، يعني استخدمها في إيه؟ تمام؟ يعني مثلا الثورة الصناعية أقول لك كانت محرك كهرباء، كانت عفوا محرك بخاري، تمام؟ لو انا جيت في الثوره الصناعيه الثانيه قلت لك المحرك البخاري ده بقى حجمه اصغر بكفاءه اعلى، هل كده دي تبقى ثوره صناعيه؟ لا، ما انا ما اكتشفتش حاجه. انما فعلا اللي كان اكتشاف في الوقت ده ان الالات اصبحت بتشتغل بالكهرباء، فما عدتش محتاج احرق الفحم ده كله عشان اعمل مصنع، ما عدتش محتاج الوث البيئه بهذا الكم عشان ابني مصانع، فبقت الطاقه كهربائيه. فبعد كده خلاص الثورة الصناعية عندي الثانية اكتفت باكتشاف الطاقة الكهربائية والموضوع انتهى. الثورة الصناعية الثالثة بقى اهو رقم 3، الثورة الصناعية الثالثة. الثورة الصناعية الثالثة كانت في سبعينات القرن العشرين. حد يعرف يعني ايه سبعينات القرن العشرين؟ 1970. تمام؟ 1970. تمام؟ فقال لك يا فندم خلاص يا حبايبي ركزوا معايا. فقال لك يا فندم عندي الثورة الصناعية الثالثة حصلت امتى؟ قال لك اهو في سبعينات القرن العشرين، يعني بالظبط سنة 1970. هنا أنا بقول لك إن الثورة الصناعية مع كل ثورة صناعية أنا بكتشف حاجة، مظبوط؟ مظبوط؟ طيب في الثورة الصناعية الثالثة اكتشفنا إيه؟ قال لك يا فندم لا، ده إحنا اكتشفنا، ده إحنا بدأنا نعتمد في الصناعة على الإلكترونيات. بدأنا نعتمد في الصناعة على إيه؟ على الإلكترونيات. بدأت تظهر في الوقت ده المكن الكمبيوتر. المكن الكمبيوتر ده مش مكن بس بيشتغل بالكهرباء، وعشان تفهم الكلام المكن ده كان بيشتغل بالكهرباء مظبوط، بس كل حاجة فيه أنا اللي بعملها. لا، ده احنا ضفنا المكن الكمبيوتر مكن شغال بالكهرباء، وفي نفس الوقت انت بتكتب عايز المكنة تعمل لك الخيط شكله ايه بالظبط وهي تعمله، من غير ما انت تروح تقعد تغير السن بتاعها وتبدل في الخيوط. لا، انت حط الخيوط وحط المواد الخام وهي تعمل لك كل حاجه لوحدها. فقال لك يا فندم في القرن الثالث ده، او عفوا في الثوره الصناعيه الثالثه اللي حصل، قال لك يا فندم بدايه استخدام الالكترونيات. بدايه استخدام ايه يا حبايبي؟ الالكترونيات. وفي الوقت ده كان ظهر الانترنت. كان ظهر النت بقى في الوقت ده. تمام؟ كان ظهر النت في الوقت ده. طبعا انت مستغرب، آلات الكمبيوتر اللي كانت موجودة من سنة 1970 دي احنا لسه يا دوبك مدخلينها مصر من سنتين 3. تمام؟ ليه؟ عشان احنا الحمد لله ما احنا كنا محتلين احنا كمان. تمام؟ طيب فقال لك يا فندم عندي الثورة الصناعية الثالثة اللي بيميزها استخدام الإلكترونيات والإنترنت. خلي بالك عشان في تشابه كبير بين الثورة الصناعية الثالثة والرابعة، الفرق بسيط. تمام؟ الثالثة والرابعة انت ممكن حضرتك يلخبطك فيهم، فتعالى مع بعض نأكد الكلام كده على أول 3، بعد كده نخش على الرابعة والخامسة. تمام؟ اتفضل. 1970 كانت أمريكا من أوائل الدول اللي استخدمت النت في شغلها.
تمام؟ عشان كده مثلا بتلاقي افلام امريكيه من زمان جدا، يعني مثلا ممكن تتفرج على افلام امريكي مثلا من سنه 1990 مثلا، وتلاقيهم كمبيوتر ومشغلين فيس عادي، واحنا اصلا الفيسبوك داخل عندنا في 2010. يعني الفيسبوك ده ظهر في مصر في 2010. تمام؟ النت ظهر من زمان جدا، بس احنا اللي متاخرين. ركز معايا. بص يا حبايبي، يلا مع بعض كده. الثوره الصناعيه الاولى ظهرت فين؟ وبعد كده مين اللي عملها اصلا؟ جيمس وات. مين اللي عملها؟ اخترع ايه؟ محرك بخاري. اخترع ايه؟ طيب بعد كده انتقلت من بريطانيا لفين؟ وبعد الدول الاوروبيه الولايات المتحده. بعد الولايات المتحده اليابان. اخر حد وصل له الثوره الصناعيه الاولى. طيب بما تفسر ليه الدول الاسيويه اتاخرت فيها الثوره الصناعيه الاولى؟ معظم دول القاره. طيب الثوره الصناعيه الثانيه اكتشفوا فيها ايه؟ الطاقه الكهربائيه. طيب الثالثه والاخيره دلوقتي اللي احنا قلناها الكترونيات وانترنت. الكترونيات طيب تعالى على الرابعه اهو، رقم 4 الثوره الصناعيه الرابعه. 5. طيب الثوره الصناعيه الرابعه يا حبايبي، الثوره الصناعيه الرابعه عندي ظهرت في القرن 21. الثوره الصناعيه الرابعه عندي ظهرت فين؟ في القرن 21. القرن 21 يعني سنه 2000 ظهرت الثوره الصناعيه الرابعه. الثوره الصناعيه الرابعه دي اكتشفوا فيها ايه او استخدموا فيها ايه؟ قال لك يا باشا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي هي الانترنت برضو. رقم 2 الذكاء الاصطناعي. رقم 3 الروبوتات المتقدمة. الإنسان يا حبايبي بدأ من كتر ما هو تطور. احنا الأول في الثورة الصناعية الثالثة هنا قلت لك خلاص المكن ما عادش محتاج انك تحط المادة الخام وتغير الإبرة بتاعه وهكذا، صح؟ لا، في الثورة الصناعية الرابعة بقى ما عادش المكن محتاج بني آدمين أصلا. تمام؟ هو بقى بيشتغل من نفسه. حلو؟ طيب يا مستر المواد الخام مين اللي هيوديها المصنع؟ قال لك روبوتات. ما عدناش محتاجين بني ادمين اساسا. تمام؟ وخلي بال حضرتك من شيء، ده خطر كبير جدا. ليه؟ خطر كبير لانه انا صحيح تقدمت تكنولوجيا بس ظهرت عندي مشكله تانية. عارفين هي ايه؟ البطاله. ما عادش حد شغال في الدوله. فدلوقتي لو تاخد بالك، بص السؤال اللي انا قلته لك ده، بص السؤال ده. جميع الثورات الصناعيه ظهرت بسبب اكتشاف جديد ما عدا الثوره نقط ال5. يعني لما يجي يسالك يقول لك جميع الثورات الصناعيه ظهرت بفضل اكتشافات جديده او بسبب اكتشافات جديده ما عدا الثوره نقط الثوره ال5. الثوره ال5 يا حبايبي ما حصلش فيها اي جديد. امال الثوره ال5 اتعملت ليه؟ قال لك يا فندم بص، هقول لك اتعملت ليه دلوقتي. قال لك يا فندم بص، عندي رقم 5 الثوره الصناعيه الخامسه. طيب حبايب قلبي، الثوره الصناعيه ال5 بدات امتى؟ بدات في 2017. طيب عارفين الثوره الصناعيه ال5 دي اتعملت ليه اصلا؟ مش عشان اكتشفوا حاجه جديده، ولكن عشان يعالجوا من الضرر اللي حصل. عشان الثوره الصناعيه الرابعه لو تاخد بالك عملت ايه؟ اهملت دور الانسان. تمام؟ احنا خلاص ما عدناش معتمدين ان في بشر على كوكب الارض، احنا بقينا بنشغل روبوتات. فقال لك يا فندم عندي الثوره الصناعيه ال5 اتعملت ليه؟ قال لك يا فندم اتعملت علشان اهو اول حاجه التوازن بين الانسان
والتكنولوجيا في العمل. عشان اعمل توازن بين الانسان وبين التكنولوجيا في الشغل، رقم 2 الحفاظ على استهلاك الموارد. احافظ على استهلاك الموارد بتاعي وضمان استدامة البيئة. عشان احافظ على الموارد بتاعتي يا فندم واضمن ان البيئة او كوكب الارض يفضل موجود. ليه؟ لان خلي بال حضرتك من حاجة، اي ثورة صناعية كانت بتحصل فكانت بتسبب ضرر للبيئة. ازاي؟ ما انت حضرتك دلوقتي لما تيجي تشغل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، تمام؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجة، الذكاء الاصطناعي ده ما بيشتغلش غير باشارات معينة كده، اشعاع معين. الاشعاع ده حبايبي بيأثر على مخ البشر، تمام؟ فبيسبب او بيكون خلايا سرطانيه في الجسم، تمام؟ فحضرتك لو افرطت في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات انت كده بتدمر الحياه على الارض، لان معظم البشر هيموتوا بسبب الاشعاعات الضاره اللي بتطلع من التكنولوجيا. الثوره الصناعيه، او خلي بال حضرتك من شيء، لقب ثوره صناعيه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه لازم دول اوروبا تجتمع مع بعض ويعتمدوا الكلمه بتاعت الثوره الصناعيه الكام. ليه؟ لان ما هو مش اي حاجه هنخترعها نقول عليها ثوره صناعيه، تمام؟ فقال لك والله يا فندم جينا فيه اهو 2021 واعتمدت المفوضيه الاوروبيه، خلاص في 2021 اعتمدت المفوضيه الاوروبيه الثوره الصناعيه الخامسه. سنه 2021 يا حبايب المفوضيه الاوروبيه اعتمدت الثوره الصناعيه الخامسه، خلاص كل دول اوروبا وافقت على الثوره الصناعيه الخامسه. خلي بال حضرتك ان ده سؤال بما تفسر. 2021 اعتمدت المفوضيه الاوروبيه الثوره الصناعيه الخامسه. لو جالك السؤال ده بما تفسر فاجابته اهي اللي فوق دي، تمام؟ يعني السؤال ده بيقول لك ليه اوروبا عملت ثوره صناعيه خامسه؟ عشان زي ما قلت لك نوازن بين الانسان والتكنولوجيا، في نفس الوقت نحافظ على استهلاك الموارد وضمان استدامه البيئه. طيب اخر حاجه، انواع الصناعات داخل القارتين. انواع الصناعات داخل القارتين. النهارده هناخد الصناعه التحويليه بس، تمام؟ النهارده هناخد التحويليه بس، الحصه الجايه هناخد الاستخراجيه مع الاقاليم الصناعيه، تمام؟ بص يا باشا، انواع الصناعات داخل القاره، ركز كده معايا. الصناعات داخل القارتين اسيا واوروبا بتنقسم لحاجتين، استخراجيه وتحويليه. بتتقسم لكام نوع يا حبايبي؟ حاجتين، استخراجيه وتحويليه. طيب الاستخراجيه قلنا لك هنتكلم على الحصه الجايه، خلينا نتكلم الاول في التحويليه. التحويليه عندي يا حبايبي بتتقسم لنوعين. استاذه روفانا بطلي قر بقى شويه. ده ما بصيش كنت بتتكلمي. خلاص 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 بقى يا استاذ. التحويليه عندي بتنقسم لحاجتين. عندي تحويليه بسيطه. التحويليه البسيطه دي اللي هي من الاخر صناعات خفيفه. طب زي ايه؟ قال لك يا فندم عندي والله زي الصناعات الغذائيه اللي هي الاكل المعلب، تمام؟ صناعه السكر، اكياس الشيبسي، الحاجات دي كلها بتتحط تحت بند الصناعات الغذائيه، تمام؟ وعندي كمان زي الملابس، وعندي كمان زي الجلود، وعندي كمان زي الغزل والنسيج. كل دي صناعات تحويليه بسيطه، صناعات سهله انها تتعمل. ولو خدت بالك من شيء
فالصناعات التحويليه البسيطه دي اصلا اللي اتوجدت من اول ما الانسان اتوجد على الارض. تمام؟ طيب الصناعات البسيطه دي موجوده فين؟ قال لك يا فندم في القارتين، جميع دول القارتين. كل الدول بتاعت القارتين عندها الصناعات البسيطه. انما بقى عندي صناعات تحويليه تانية اسمها الصناعات التحويليه الثقيله. ما هي اللي فوق دي اسمها بسيطه او خفيفه. الصناعات التحويليه الثقيله دي زي ايه؟ عندك يا فندم زي الصناعات الكيماويه والبتروكيميائيه، وعندي زي الحديد والصلب اللي هي صناعات التعدين، وعندي زي صناعات الألمنيوم. طيب الصناعات دي موجودة فين يا حبايبي؟ الصناعات دي عندي في قارة آسيا، موجودة في قارتين في آسيا. القارتين اللي عينيهم ضيقة اللي هم عفوا دولتين في آسيا، الدولتين اللي عينيهم ضيقة الصين واليابان اهو، موجودة في الصين واليابان. طيب في أوروبا موجودة فين؟ موجودة عندي برضك في دولتين اللي هم ألمانيا وفرنسا. في مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة في الكلام ده؟ افتح كده